السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال والحلاوة دي يا حبايب قلبي؟ يلا بينا كده ايه نسمي بالرحمن وندخل بقى نشوف ام لمار ايه عملت ابداع النهارده يا حبايب قلبي. ما قلناش هنشتري سندوتشات تاني ولا هنشتري اي حاجة فطاير لاولادنا، كله بصوا في البيت هنعمل حاجات سهلة وبسيطة يا حبايبي وسريعة. هتكفيهم طول الاسبوع ولا هتتعبي ولا اي حاجة. حاجات سهلة وبسيطة وشكلها تحفة، هتعجبهم يا حبايبي للمدارس وهياكلوها بص بالالف هنا وشفا. يلا سموا الله وادخلوا معايا الفيديو وشوفوا عملنا الجمال والحلاوه دي كلها ازاي. ده بالعجوه يا حبايب قلبي، والقرص الاولانيه او الفطار الاولانيه بالجبنه. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ شايفين التورقه؟ شايفين الهشاشان بتاع القرصه وبتاع الفطيره؟ شايفين عامل ازاي؟ شايفين دي بالسمسم كده وبالسكر يا حبايب قلبي؟ بصوا والله العظيم تحفه. لو هتشتريها شوفي بقى هتدفع كام في دول كله يا حبايبي من كيلو دقيق. شوفوا الجمال ده. يلا نسمي بالرحمن ونشوف عملنا الكلام الجميل ده كله ازاي. عملنا يا حبايبي، جبت حله كده وجبت كوبايتين لبن اهو، وعندنا كيس خميره. اول حاجه جبت كوبايه لبن الاول هندوب فيها الايه الخميره والسكر بتاعنا. حطيت معلقتين سكر وحطيت باكت خميره وعليهم اللبن كده، وقلت اسيبهم يتفاعلوا مع بعض كده الاول يا حبايبي، اختبر الخميره بتاعتي عشان خاطر المعجنات دي يا حبايبي اهم حاجه فيها الخميره. تمام، هنقلبهم كده يا حبايبي على جنب ونشوف هنعمل ايه. اهو يتفاعلوا كده مع بعض ويتأثروا مع بعض عشان الخميرة بتاعتنا لو سليمة تبقى مية مية في العجين. لو مش سليمة نضطر العجين هيبوظ معانا يا حبيب قلبي. فالمهم عملت كده بقى، جبت كيلو الدقيق بتاعي وحطيت 3 كوبايات لبن. تمام، وحطيت كوباية زيت واحدة يا حبايب قلبي. تمام، ونزلت بقى بكوبايه اللبن التاني بالخميره بالسكر، وعليهم بقى معلقه بيكنج باودر ورشه ملح فقط لا غير. دي العجينه بتاعتنا يا حبايبي، استخدمها في كل المعجنات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليها. عجينه سهله وبسيطه هتخلي معاك الفطاير تحفه تحفه. اهو، وقلبي بقى الكلام ده كله بصي مية مية مع بعضه كده. ما اقولكيش على جمال العجينه دي. ولو الدقيق بتاعك بقى بيشرب سوائل حسب نوع الدقيق بتاعك، انا ما اقدرش اتكلم في نقطه السوائل لان بتختلف من دقيق لدقيق. تمام، بعد كده بقى بصي وانتي بتعجني لتي، عارفين اللت؟ ده لت، مش بنعجن بقى زي الفطير التاني كده بالايد جامد، لا. تكبسي فيه كده، لا. بصي لتي، اسمه لت، ده اسمه لت. اهو، ايه رأيكم بقى؟ عجينة سهلة وبسيطة وسريعة كده، تكون طرية، ملمسها ناعم وطرية. وتسيبها بقى تخمر يا حبايب قلبي. وبعد كده تشكليها بقى زي ما انت عايزة، الحشوات اللي انت بتحبيها حطيها، مش هتقولك لا. العجينة دي اعتمديها في اي معجنات وفي اي مخبوزات ليكي، احلى من بتاعة الافران. اهو، جيت بقى يا حبايب قلبي بقى عندي شوية بلح رطب كده، قلت اما نعملهم عجوة. خدت انا جبت لكم النوى اهو عشان تشوفوا ان هو بلح والله العظيم. بعد كده بقى قلبتهم وحطيت عليهم شويه زيت بس، ولا اكتر ولا اقل. زي ما هم كده عملتهم عجوه كده يا حبايبي بيتي في طريقه سهله وبسيطه وسريعه كده. وهحشي بيهم القرص بتاعتي او الفطاير بتاعتي. شايفين العجينه اختمرت وجميله ازاي؟ ما شاء الله. اهو، هبطنا كده العجين وبعد كده بقى هنشكل زي ما احنا عايزين. اي رسمه اي تشكيله في عايزه تعمليها، ابدعي بقى في المعجنات كده لاولادك، علشان خاطر طبعا العين بتاكل قبل البق. هنكور كده العجينه معايا كلها يا حبايب قلبي كده الاول. تمام، كلها مقاس واحد كده زي ما انتوا عايزين. عايزه تجيبي ميزان وتوزني بيها، عايزه ايدك معيار عايري بيها، خلاص. تمام، تحاولي ان انت تخلي الدوائر كلها، القرص كلها قد بعضها. تسمها قرص تسمها فطاير، بصوا حاجه تحفه، حاجه كده وهم. اهو، هنخلص بقى تقطيع كده العجينه كلها ونغطيها كده بكيس يا حبايب قلبي او
بورق زبده، علشان خاطر طبعا ايه عندنا ما تاخدش هوا العجينه، ما وشها ما يعملش هوا اهو، ما تنشفش معاكي. نخلص كل الكميه كده ايه تكوير الاول، وبعد كده بقى نبدا في اول واحده عملناها شغل نشكلها بقى اهو. تمام، غطيت انا كده بكيسي حبايبي. نجيب بقى الصينيه كده اللي ايه هنشكل عليها قدامكم. اول واحده اول تشكيله هنبطط العجينه كده نفردها. راح اجيب كنت لوحدي يا حبايب قلبي طبعا، بعد ما مشيتوا مع المدارس قلت ايه اما اقوم اعمل لهم الفطاير، ما انا مش هناهض كل يوم بقى ايه 70 جنيه فينو ولانشون وما عارفش ايه. جبت ايه قطعه جبنه كده يا حبايب قلبي، وجبت الحاجات اللي انا هحشي بيها. جبت الفراده كده عشان اعمل بيها. حطيت بقى قطعه جبنه، اول واحده هنعملها بالجبنه يا حبايب قلبي. شوفوا بقى التشكيله الجميله دي. حطي قطعه الجبنه في الاول الطرف كده، واتنيها تانيتين واضغطي عليها بصوابع ايدك كده. بعد كده بقى ايه بالسكينه كده، وتعملي شرايط كده يا حبايب قلبي، تديها تشكيله تحفه. بصوا ولا اروع من كده اهو. شايفين الجمال اهو. تشكلي بقى زي ما انت عايزه تبقى طويله كده ماشي، عايزه تعملها حلزون كده مفيش مشكله. احلى من الكرواسون كمان. الطريقه التانية بقى التشكيله التانية، حطينا العجوه كده في قلبها يا حبايب قلبي اهو، ولميناها تاني. بعد كده ايه بططناها كده قرصه صغيره بالعجوه. بصوا تحفه تحفه. وتعالوا بقى شوفوا هنعملها ازاي. شكلها بقى بالسكينه كده ورده، يا جمال ويا جمال اهو. يلا لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم وتنول رضاكم. انا بيكم وبحبكم وبدعمكم، ربنا يكرمني وهوصل بيكم يا اغلى واحلى الناس اهو. بعد كده بقى الايه نجيب التالتة كده كمان من التشكيله التالتة برضو الايه نعملها ايه قرصه عاديه. دي هنعملها بقى بالسمسم، هنعملها بالسكر. حطينا السكر في قلبها ولمينا برضو العجينه وعملناها يا حبايب قلبي. وهكذا ايه كل التشكيلات. انا عملت الثلاث تشكيلات دول يا حبايب قلبي، اللي هي الكرواسون اللي عامله زي الكرواسون والمدوره والورد. تمام، اي تشكيله انت حباها ابدعي واعملي لعيالك. هتفرحيهم باقل حاجه وهتعجبهم احسن من بتاعه الافراد. يلا معايا هتوفري وتدبري. والله العظيم الكميه دي ما شاء الله من كيلو دقيق يا حبايب قلبي. شايفين الجمال ده كله؟ كوبايه زيت وكيلو دقيق اهو، ما غرمناش اي حاجه وكله من البيت. عندك شويه بلح اعملهم عجوه واحشي بيه، عندك جبنه مفيش مشكله، اي حاجه عندك حشوه اعمليها. لو هتحشيها لحمه مفرومه عندك احشيها لحمه، اي فطاير اي حشوه مش هتقول لا اهو. لو حطيتي في قلبها ملبن مفيش مشكله، شويه سكر مفيش مشكله. انا جبت بقى الغطا كده وشكلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عملتها ورده كده يا حبايب قلبي تحفه. شايفين الجمال اهو. هخلص بقى ايه كل الكميه بالطريقه دي يا حبايب قلبي معاكم. ولا اسهل ولا اروع من كده اهو. ما تخافيش وانت بتقطعاها كده، لا مش هتتكسر ولا هتبوظ ولا اي حاجه، هتلم تاني يا حبايب قلبي. لسه كمان دي مرحله ايه الرفع، الايه التالت مرحله في الرفع في خمر العجينه يا حبايبي. اول مره اللي هي اول مره اختمارها في الحله، وبعد كده قطعناها وسبناها اختمرت تاني وهي مكورينها. بعد كده تالت مرحله اللي هي بتخمر هي وهي على الصواني ومتشكله اهو، بتخمر على 3 مراحل. بعد كده بقى يا حبايب قلبي جبت شويه لبن، وهندهن بقى الايه الوش. عندك بيضه مفيش مشكله على شويه لبن، ودهني الوش بتاع الايه القرص بتاعتك او الفطاير بتاعتك. بصوا هتطلع اللون معاكي تحفه. استبسطي واعملي الحاجه بتاعتك هتطلع معاكي تحفه بكل سهوله اهو. ما تقفيش على اي حاجه، ما عندكيش حاجه موجوده ما تقفيش عليها اهو. هندهن بقى كل الكميه كده يا حبايب قلبي معاكم
باللبن. انا دهنتها باللبن بس. وبعد كده جبنا بقى شويه سمسم كده وحطيناهم بقى في وسط الوردات الجميله دي، وحطينا برضو على القرص اللي هي بسكر اهي بالشكل اللي انتوا شايفين. شايفين الجمال كده؟ بقى المرحله الثالثه في الخمر. بعد كده بقى هنبدا ايه، بعد ما نخلص دهن الوش بتاعهم هنخش بقى نسوي حبايب قلبي بالشكل ده. ولعنا الفرن بتاعنا وحطينا اول صينيه. بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه حبايب قلبي، بالهنا والشفا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ تسلم ايدي يا انا. واشوفكم بقى يا حبايب قلبي في فيديو جديد وفي رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك يا حبايب قلبي وشير عشان فيديوهاتنا توصل ليكم وتوصل لاكبر عدد ممكن. واسيبكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.